مرسوم رقم 155 لعام 2012 بتشكيل الوزارة. بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 15 من شعبان لعام 1433 للهجرة الموافق لل5 من يوليو لعام 2012 ميلادية بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يعين كل من أحمد حمود الجابر الصباح نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، أحمد خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، صباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، أنس خالد الصالح وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الإسكان، جمال أحمد الشهاب وزيرا للعدل والشؤون القانونية، سالم مثيب أحمد لذينة وزيرا للمواصلات ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة، الدكتورة رولا عبد الله دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، الدكتور علي سعد العبيدي وزيرا للصحة، عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم وزيرا للكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون البلدية، الدكتور فاضل صفر علي صفر وزيرا للأشغال العامة، محمد عبد الله المبارك الصباح وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الدكتور نايف فلاح الحجرف وزيرا للمالية ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي بالوكالة، هاني عبد العزيز حسين وزيرا للنفط ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة، آملا أن يحظى هذا الترشيح بموافقة سموكم. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، صدر بقصر السيف في الخميس 29 من شعبان لعام 1433 للهجرة الموافق 19 من يوليو لعام 2012 ميلادية. بهذا نقلنا لحضراتكم